اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو اللي فات عملنا مع بعض العيش السوري او عيش الشاورما او عيش الصاج، والنتيجة كانت هايلة وناجح جدا. وزي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله طري جدا، وبتكوميه كده ما بيتقطعش ولا اي حاجة وبيتلف بكل سهولة. بما اننا عملنا العيش ده، تعالوا نعمل السندوتشات اللي كلنا بنحبها وولادنا بيشتروها من بره بكل سهولة في البيت. تعالوا بينا ندخل على وصفتنا ونشوف احلى سندوتشات سوري اللي هي سندوتشات البطاطس. هتبقى تحفة جدا وطعمها حكاية. هتجيبي كده رغيف العيش، وبعد كده هنبدأ اللي احنا نحط فيها البطاطس. محمرين بطاطس ومجهزينها تمام. هتحطي بقى الكمية اللي انت عايزاها. بعد كده نبدأ نحط بقى مايونيز وكاتشب. طبعا هتحطي الصوصات اللي انت حباها وعايزاها. طبعا المايونيز ده احنا عملناه مع بعض قبل كده، والكاتشب كمان انا عاملاه في البيت. وحطيت كمان كده خيار مخلل قطعته بالشكل ده وحطيته، وحطيت عليها جبنة موتزاريلا من على الوش. وابدأي بقى لف السندوتش بتاعك. حاجة كده تحفة جدا. تعالوا نعمل واحد كمان. بتجيبي العيش وبتتنيه حتة كده، وبعد كده نبدأ اللي احنا نحط كمية البطاطس اللي احنا عايزينها. طبعا كتير قليل ده بيرجع ليكي. تمام. بعد كده هحط بقى خيار مخلل بيديله طعم حلو جدا. لو مش حباه ما تحطيش، ممكن تحطي زيتون بداله. وهحط بقى مايونيز وكاتشب. وهتحطي على الوش كده شوية من الجبنة الموتزاريلا. وممكن تحطي ميكس جبن يعني متوفر عندك. وتبداي بقى تقفلي من الجناب كده علشان الحشوة ما تقعش منك، وكملي لف السندوتش. بس سهل جدا وما بياخدش وقت وطعمه في منتهى الجمال. وولادنا دايما بيخرجوا بره، لما بيكونوا خارجين بيحبوا اللي هم يشتروه. طب ليه احنا نعمله في البيت بكل سهولة وهيطلع معاكي ناجح جدا ومش مكلف. حطيت كده البطاطس، وبعد كده حطيت الصوصات بتاعتي، وبعدين حطيت الجبنة وحطيت خيار مخلل وبس. وببدأ بقى اللي انا الف من الجناب، وبعد كده بلف رول بالشكل ده. تعالوا بقى نروح على البوتاجاز ونبدأ اللي احنا نديله تحميصة حلوة. سخنت كده الطاسة بتاعتي، وبدأت اللي انا احط فيها السندوتشات، وهنسيبه لحد ما ياخد لون حلو كده. وبعد كده هنقلبه على الجنب التاني لحد برضو ما بياخد لون. والحروف برضو اللي هي اللي في الجناب دي وقفيها عليه كده لحد برضو ما تاخد لون معاك، وكله يبقى متحمص وشكله حلو، وكمان تحميصته بتبقى حلوة جدا. بعد ما خلصنا هنبدأ بقى اللي احنا نقطعه بالنص كده علشان التقديم. حاجة كده تحفة جدا جدا. ايه رأيكم في الجمال ده؟ والحشوة كده ملياه وجميل. قدمت بقى معايا كده مخلل، وكان في بطاطس اتبقت معايا كمان. هحطها كده، وهبدأ اللي انا احط عليها شوية من الكاتشب. وهقدم كمان معاه كاتشب ومايونيز اللي حابب برضو يزود. ايه رأيكم في الجمال ده؟ عايزة اقول لكم ان شكله تحفة جدا جدا، وطعمه كان في منتهى الجمال بجد. عايزاكم تجربوا السندوتش الرهيب ده والعيش التحفة ده في البيت. بجد هيبقى موفر جدا ومش هيتكلف عليكي. ممكن لو رايحة نادي او خارجة تتفسحي ممكن تعمليه وتاخديه معاكي. يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم.